تعالوا النهاردة نعمل نوع بسكوت من أجمل البسكوتات اللي أنا بعملها، هو بسكوت اليانسون. طريقته سهلة وبسيطة ونتيجته مضمونة 100%، هش ولذيذ، حلو جدا في الفطار الصبح مع كوباية شاي بلبن، روعة. تعالوا نشوفوا المقادير والطريقة عملناها ازاي. أول حاجة معايا 3 كوبايات دقيق بنفس الكوباية هنعير بيها نفس المقادير، ومعلقة كبيرة بيكنج باودر، وذرة ملح، وربع معلقة صغيرة بيكنج صودا أو بيكربونات الصوديوم أو الكربونات زي ما تحبوا انتوا بتقولوا عليها. وهنا معلقتين كبار ينسون، ومعلقتين كبار سمسم محمص، وكمان كوباية زيت، وكوباية سكر، وفانيليا، وكمان 2 بيضة بدرجة حرارة المطبخ. أول حاجة اليانسون لازم تكونوا منقينه كويس جدا، لأنه بيبقى طبعا مش نضيف، ونحضره. هنقلب المقادير بقى الجافة كده مع بعض، الدقيق والبيكنج باودر بيكنج صودا والملح، اقلبهم كده مع بعض كويس بالشكل ده. بعد كده هجيب معلقتين من السكر هضيفهم لليانسون وهطحنهم. الخطوة دي اختيارية لان انا ما بحبش اليانسون حب في البسكوت، فبحب اطحنه في المطحنة بتاعة السكر اللي في الخلاط. فباخد معلقتين سكر بطحنهم مع اليانسون، فبيدي طعم اليانسون بس بيبقى ناعم مش حب. وهضيف السمسم المحمص وهقلبهم كده، هركنهم على جنب. هجيب بقى باقي المقادير. هنا هدهن الخلاط زيت عشان انا هعجن كل العجينه في الكبه دي. وتقدري انت لو ما عندكيش الكبه دي او العجان تعملوا في شفشق الخلاط عادي، تضيفوا المقادير السائله في شفشق الخلاط. هنا ضفت البيض وعليه الفانيليا وهضربهم كويس بعد ما دهنت طبعا العجان بالزيت عشان العجينه دي بتبقى ملزقه ما تلزقش في العجان. وهضيف بقى السكر شويه بشويه لحد ما يخلص معايا، وهضربهم مع بعض بالشكل ده. كمان هضيف كوباية الزيت، لازم الزيت يكون نوع نضيف، وهضربه كده مع المقادير. ضربته كويس، هضيف بقى الدقيق شوية بشوية. الخطوة دي بقى بعد ما تعملوا المقادير السايلة بالخلاط تقدروا تعجنوها بايديكم عادي، بس تدهنوا ايديكم زيت وانتوا بتعجنوها عشان العجينة زي ما اقول لكم بتبقى عجينة ملزقة زي ما انتوا شايفين كده. خلاص بعد ما اتعجنت كويس انا عجنتها في الكبة. بجيب صينية مدهونة سمنة وبجيب شويه زيت بدهن ايدي وافرد العجينه. لازم ادهن ايدي زيت عشان ما تلزقش في ايديا. وبدهنها بنفس السمك. الصينيه دي مقاسها 30 في 40، بفردها بالسمك كده. وبعد كده بدخلها الفرن على درجه 160 في الرف الاوسط، تاخد لون من تحت بقيد لها الشوايه. واول ما اخرجها من الفرن ما بستناش عليها، بقطعها اول ما تخرج من الفرن بالظبط وهي سخنه. لو استنيتي عليها هيتكسر منك ومش هينفع يتقطع خالص. فبقطعها انا بحب اقطعها صوابع عشان تنفع بقى في الشاي، بيبقى جميل جدا. طبعا بتقطعي التقطيعه اللي انت حباها، بس دي التقطيعه تبقى سهله وجميله في الاكل. فبقطعها صوابع بالشكل ده وهي سخنه زي ما بقولك، اول ما تخرج من الفرن ما بستناش. بعد ما بقطعها وهي سخنه كده، بحاول ان انا اشيل الصوابع كده وافردها بقى في صاج تاني، واوقفها على على كل جنب شويه. ادخلها فرن بقى درجه حراره هاديه على 125. اهدي النار طبعا برضو في الرف الاوسط، وعلى كل جنب شويه اوقف البسكوت ده. وبعد كده بعدها بشويه اوقفه على الجنب التاني يتحمص بس تحميصه بسيطه، وبخرجه واسيبه يبرد واقدمه. بجد تحفه، هتجربوه هيعجبكم جدا. وزي ما انتم شايفين مقاديره بسيطه جدا بس نتيجته لذيذه ومضمونه. يا رب يكون الطريقه عجبتكم والبسكوت عجبكم. اذا عجبكم قولوا لي رايكم في التعليقات، وما تنسوش قلب كبير. واللي ما لسه ما عملش متابعه يعمل متابعه للصفحه عشان يوصلوا كل